أنا مش عايزك تصدقني، بس لو في يوم تليفونك رن وصوت غريب قالك قدامك 10 دقايق بس على موتك، اوعى تقفل المكالمة، لأن كل اللي قفلوا ماتوا فعلا بعد 10 دقايق بالظبط. القصة بدأت مع كريم، شاب عنده 26 سنة، شغال موظف عادي في شركة اتصالات في القاهرة. حياته كانت مملة لدرجة تخنق، نفس الروتين كل يوم: شغل، مواصلات، موبايل، نوم. في يوم عادي جدا، الساعة كانت 11:43 بالليل، وهو راجع من الشغل ركب مترو وواقف على البار بيبص في الموبايل. فجأة الموبايل رن، رقم غريب، مفيش كود، مفيش اسم، مجرد أرقام متلخبطة. كريم اتردد بس رد. في الأول مفيش صوت، ثانيتين سكوت، بعدها صوت راجل هادي جدا بارد بشكل يخض: قدامك 10 دقايق بس. كريم ضحك وقال: حضرتك مين وبتتكلم عن ايه؟ الصوت رد بنفس البرود: هتقفل المكالمة دلوقتي هتموت بعد 10 دقايق، هتكملها برضه هتموت بعد 10 دقايق. وفي اللحظة دي الخط فصل لوحده. كريم ضحك بس ضحكة عصبية، بص حوالينه، قال لنفسه إن دي هزار أو سكام أو رقم غلط. ركب الميكروباص ونزل بعد حوالي 15 دقيقة، وراح على بيته في منطقة شعبية في شبرا. أول ما دخل الشارع كان في طفل صغير بيجري، ستات واقفين على المحلات، حياة عادية جدا، كل حاجة كانت طبيعية. بس جواه في حاجة غريبة بدأت تتقل. وصل البيت، فتح الباب، دخل أوضته ورمى نفسه على السرير. بص في الموبايل: 11:59. افتكر المكالمة، ضحك وقال: يا عم خرافات. 12:01. فجأة الموبايل رن تاني، نفس الرقم. كريم رد وهو متضايق: انت بتعمل ايه؟ الصوت: لسه قدامك 8 دقايق. كريم بدأ يعصب: انت مين وعايز مني ايه؟ الصوت: مش انا اللي عايز حاجة، انا مجرد انذار. كريم سكت ثواني وبعدين قال: انذار لإيه؟ الصوت: لو عايز تعيش اقفل البوتاجاز. كريم وقف مكانه: بوتاجاز؟ انت بتخرف، بتتكلم عن ايه؟ الصوت: 7 دقايق و40 ثانية. المكالمة اتقفلت لوحدها. كريم دخل المطبخ بسرعة، البوتاجاز كان شغال فعلا، النار مفتوحة. استغرب لأنه فاكر إنه ما طبخش النهاردة. قفل البوتاجاز وهو متوتر، بص في الساعة: 12:03. يعني إيه الكلام ده؟ في اللحظة دي بدأ قلبه يدق بسرعة. الموبايل رن تالت مرة، نفس الرقم، الصوت: تمام، أول خطوة نجحت. كريم: أنت بتراقبني؟ الصوت: 6 دقايق و20 ثانية. كريم بدأ يتجنن: هو أنت فين؟ مين أنت؟ الصوت: بص وراك. كريم اتجمد، ما تحركش. الصوت كمل: مش وراك في الأوضة، وراك في حياتك كلها. المكالمة فصلت. كريم بدأ يحس إن الموضوع مش هزار. قفل باب الشقة بالمفتاح، قعد على الكنبة بيعدي الوقت وهو بيبص في الموبايل. 12:05. فجأة سمع صوت خبط خفيف على الباب، خبطتين، سكون، بعدها خبطة تالتة أقوى. كريم بص ناحية الباب، محدش بيرد. الموبايل رن، الصوت: 4 دقايق. كريم
انت عايز مني ايه؟ الصوت: انا مش عايز منك حاجة، انا بس بنقلك الحقيقة. حقيقة ايه؟ الصوت: في حاجات بتحصل حوالينا كل يوم، بس انتوا مش بتشوفوها غير قبل النهاية. كريم بدأ يعرق. الصوت: اختار، تفتح الباب دلوقتي ولا تستنى؟ كريم: لو فتحت الباب هيحصل ايه؟ الصوت: مش انا اللي بقرر. المكالمة فصلت. كريم واقف قدام الباب، سامع نفسه بس. الساعة 12:07، 3 دقايق. الخبط زاد، مش خبط عادي، كأن حد بيخبط من جوه الباب نفسه. كريم رجع خطوة. الموبايل رن تاني. الصوت: دقيقتين. كريم: أرجوك قل لي أعمل إيه؟ الصوت: أنا قلتلك قبل كده. أنت مين؟ الصوت سكت ثانيتين، وبعدين قال جملة واحدة بس: أنا أنت. كريم اتجمد. إيه؟ الصوت: في خط زمني تاني، أنت اللي بتكلمني دلوقتي. كريم: أنت بتضحك عليا. الصوت: 1:10. الأنوار بدأت تضعف في الشقة، مش كهربا بتقطع، كأن الإضاءة نفسها بتنهار. صوت الباب بقى عالي جدا، كأن حد بيحاول يدخل بعنف. كريم وقع على الأرض. الصوت: 10 ثواني. كريم بيصرخ: افتح الباب. الصوت: مش هيفتح لك حد، انت اللي فتحت الخط. يعني ايه؟ الصوت اللي بيرد على المكالمة بيكملها للنهاية. 5 ثواني. 4، 3، 2، 1. صوت خبط واحد أخير جامد جدا، وبعدها